تثبيت حساب للجيميل على برنامج الاوتلوك، تثبيت بريد الايميل على برنامج الاوتلوك. دي هتكون حلقتنا الاسبوع دوت، لكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني، والنهارده هنتكلم بسم الله الرحمن الرحيم عن تثبيت البريد الإلكتروني الخاص بشركة جوجل اللي هو @gmail على برنامج الاوتلوك، عشان نجمع الايميلات بتاعتنا كلها نحطها في كلاينت واحد او في برنامج واحد. طبعا حضراتكم عارفين ان شركة جيميل عامله لنا بريد الكتروني نقدر نتعامل عليه، والبريد الالكتروني دوت اللي هو @gmail نقدر بكل سهوله ان احنا نبعت منه ايميلات ونستقبل عليه ايميلات، ودي بتكون خدمه مجانيه عشان يقدروا من بعديها يروجوا لبعض المنتجات اللي بتعمل عندهم اعلانات، سواء كان هم او ياهو او MSN او بعض السيرفيسز الاونلاين المجانيه. هنا لازم نقول ايه الداتا اللي بتكون مفروض موجوده معانا عشان نحط الاكونت بتاع الايميل على برنامج الاوتلوك. برنامج الاوتلوك بيطلب مننا شويه حاجات، وهي عباره عن زي ما احنا عارفين في الاكونت سيتنج بيطلب مننا عشان اد اكونت جديد ان انا يكون معايا اسم صاحب الاكونت او الاسم اللي بيعبر عنه الاكونت والبريد الالكتروني وما يسمى الانكoming ميل سيرفر والاوتجوينج ميل سيرفر بلس اليوزر نيم والباسورد. كمان بتكون موجود معانا البورتس اللي احنا بنشتغل عليها، سواء كانت البورتس دي عباره عن بورت SSL او نون SSL. طيب قبل ما نعمل الكلام ده كله احنا لازم نروح نعمل شويه كونفيجريشن جديده حصلت او طرأت على الجيميل، وده هيكون من خلال الايميل نفسه. احنا في الطبيعي من خلال الايميل بتاع الجيميل نفسه احنا الطبيعي بنكون واقفين على الانبوكس ونحط اليوزر نيم والباسورد وبنلوجن وبنكون موجود جوه الايميل. اول حاجه احنا بنحتاج لها ان احنا نروح في السيتنج ونقول له سي اول سيتنج. لما بسي اول سيتنج بروح اقول له ان انا هدخل على التابه الفوروردنج اند بوب على اي ماب، ومن هنا بعمل configuration سريعه اللي هي عباره عن بانيبل البوب فور اول ايميل وبانيبل الاي ماب. طبعا احنا لازم نركز على الانيبل بتاعه الاي ماب لان هي دي اللي احنا هنشتغل عليها، وهي اوريدي اكتيفيتد انيبل لان انا اوريدي عاملها ومشغلها على الجهاز عندي. وبعد ما بحط التو اوبشنز دول بضغط على سيف. يبقى اول حاجه انا عملتها ان انا رحت قلت له افتح لي الترس او السيتنج ديت، واخدت منها على طول. لو انا واقف جوه الانبوكس بفتح السيتنج وبقول له سي اول سيتنج وبجري على الفورورد اند بوب على اي ماب، ومنها بعمل عمليه انيبل للبوب فور اول ايميل، كمان بعمل انيبل للاي ماب وبنزل بسرعه اقول له سيف. طيب دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان انا بروح على الاكونت بتاعي وبقول له manage your Google account، manage your Google account، وبروح على السكيورتي وبطلب ان انا اعمل عمليه verification للباسورد بتاعتي او للداتا بتاعتي اللي هي الفيريفيكيشن دي، وانا اوريدي طالما محطوط عليها علامه صح يبقى هي فيريفايد وانا مأكد الداتا بتاعتي سواء كانت الايميل الريكفري ميل او كانت الموبايل نمبر. دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه من نفس التابه هروح اقول له في السيرش هنا اب، وده الجديد بقى اللي طرأ علينا السنه دي. هقول له ان انا هروح للاب باسورد وهطلب ان هو يديني باسورد جديده. هطلب ان هو يديني باسورد جديده لمين؟ لل الجيميل اللي موجود عندي عشان اربط بيه الديفايس بتاعه الاوتلوك. يبقى انا مش هستخدم الباسورد الخاصه بالجيميل
ده انا هستخدم الباسورد اللي هو هيديها لي عشان الاوثنتيكيشن. طبعا هنا انا مضطر ان انا احط الباسورد بتاعي واقول له نيكست. في الحالة دي على طول هيوديني على شاشة جديدة. هنحاول ندخل لها من شاشة تانية بس عشان خاطر الباسورد. هنا هقول له ان انا هعمل ده للاوتلوك، وهقول له كرييت. شايفين يا جماعه عندي هنا كرييت دي هتقوم باعت لي كود. الكود ده لما هاخده وانا بعمل السيتنج بتاعتي هنا، وانا بقول له نيو وبحط الميل الاسم بتاعي وبقول له الايميل، على طول هحط الباسورد هنا وممكن اسكيب دي واقول له مانيوال ونكست، وهقول له هختار البوب ميل ونكست، البوب او اي ماب، وهنا هختار الاي ماب وهحط الباسورد او الكود اللي هو هيبعته لي في الحته ديت. وطبعا دوت الايميل بتاعي. وهنا المفروض ان انا احط بقى الداتا اللي احنا دايما بنكون مجهزينها، اللي هي الانكoming ميل وكمان الاوتجوينج ميل، ودول اللي هيتربطوا بيهم او اللي هربط بيهم السيرفر بتاع الجيميل بالاوتلوك بتاعي. ولازم اروح في السيتنج هقول له ان my outgoing server requires authentication اتشيكت، واقول له في الادفانسد ان انا هشتغل على الاس اس ال، وهو غير لي البورت ل 993، وهقول له في الاوت جوينج برضه هشتغل اس اس ال، وهقول له هنا 465 وده هيكون البورت بتاعي. ده السيتنج المعتاده. خلي بالكم التركايه المهمه جدا، الباسورد دي مش باسورد اللي انت بتلوجن بيها على الجيميل اكونت، الباسورد دي اللي انت بتاثنتيكيت بيها من الخطوه اللي احنا جربناها من هنا. تمام يا جماعه؟ بقول له كرييت، والكود اللي هو هيديهولي انا هاخده على طول احطه فين؟ هاخده على طول واجري على الاوتلوك احطه في المكان دوت. في النهايه هيطلع عندي الجيميل بالشكل دوت، وهقدر اقول له اعمل لي عمليه الاثنتيكيت سند اند ريسيف، وهو هيبتدي يشتغل. مش محتاج ان انا اشغله دلوقتي. وهيبقى عندي لما اجي اكريت الرساله بتاعتي هقول له ابعت لي ميل من الجيميل، يبقى انا بقدر ابدل وهو اصبح عندي حساب، واقول له ابعت لي للميل الفلاني، وهقول له ان ده عباره عن اي حاجه as a test mail، وهبعت الميل. طبعا ممكن نقول له 1 2 3، ممكن نقول له 1 2 3 مثلا جان، اي حاجه. وبعد ما بنخلص بنقول له سند للميل بتاعنا، هيطلع على طول من الجيميل. دي كانت حلقتنا النهارده، واي استفسارات احنا منتظرينها من حضراتكم. وما تنسوش السبسكرايب واللايك والشير. دمتم في امان الله.